الخاتم التحفه ده؟ خطبت. مين خطبك؟ ولد. انت بتتكلمي بجد؟ والله العظيم. تاني يوم مدرسه اتخطبتي؟ ما شاء الله ما شاء الله. يقول لك المدارس ما بتعلمش. طب ما بتجوز كمان اهي، عايزين ايه تاني بقى؟ ازاي حصل الموضوع ده؟ فين بابا وفين ماما؟ عمل ايه الولد؟ قال لك ايه؟ قال لي انا وهو متصاحبين وقال لي هجيب لك خاتم وهبقى اتجوزك وقال لي خطوبتك بكره. لا يا مدام انت بتدققي. بابا وماما ايه؟ انا كفايه الفرحه اللي في عين بنتنا فرحانه ومبسوطه، يبقى بابا وماما فرحانين ومبسوطين. وبعدين انت مش شايفه الخاتم؟ الواد مكلف قوي. لا يسلم. وبعدين خطوبتك بكره، هو قال لك خطوبتك بكره يبقى خطوبتك بكره، خلاص الموضوع منهي. وعمل ايه بقى لما جاب لك الخاتم؟ ما عملش حاجه. وريني الخاتم والجمال. خطب بس؟ متضايقه كمان خاتم؟ بجد؟ وقال لك ايه لما لبسهولك؟ ما قاليش حاجه. يعني انت من النهارده مخطوبه؟ لا وبتسالها قال لك ايه بعد ما خطبوا؟ قال لها كل شيء اسمه ونصيبها يا خالتي. ما هو انت طول ما انتوا في فضول وفي حشريه كده في النص، والله بجد العين صابتنا ورب العرش نجانا، فانتوا عايزين نحمد ربنا ونقول لها مبروك. ما تقعدوش بقى تتدخلوا في اللي ليكوا ومن اللي طول ما انت عماله تحشري مناخيرك هتكبر وتملى علينا مكان وتضايق الدنيا علينا. سيبوا البنات تفرح اهي فرحانه، كفايه الفرحه اللي في عينيها. سمعنا زغروطه بقى.